مليت طاقع النهار وانا ناعسة، ولا تخرجي تمشي هكا وترجعي. الحمد لله. دابا نخرج اليوم نقولش للدراري عندي لهم مفاجأة، نمشي بوحدي للدار. اللي نطلبوا لي طاكسي يوصلني. اليوم حطلع من المشفى واخيرا. قالوا لي اليوم اطلع من المشفى اليوم ان شاء الله يا ربي. جات خبرتني الدكتورة قالت لي حالتك مزيانة يعني ما فيش. اليوم راح اطلع. حاطين لي حدايد. نصيحة من اللي بغات تركبهم، والله صعيب والله صعيب. اللهم اسنانك عوجين ولا العذاب، والله صعيب. انا غير الصيغة خسروني 6000 اورو على الفاضي. سوريا كانوا كيديروها غير ب30,000 ليرة، يعني 30,000 ليرة كانت كتهضر هاديك الساعة في داك الوقت، ماشي بحال دابا. يعني 30,000 ليرة كانت عندهم غالية هما، ودرتو انايا دفعت النص ديال المبلغ، والنص دفعت يعني شهر دفعت نص وشهر تاني دفعت نص، ومشيت وحيدت. السلام عليكم. اليوم الثاني ليا في المشفى. اليوم هذا اليوم الثاني. انا نعست اسبوع طلعوني ورجعت رحت على الدكتورة رجعوني على المشفى. هذا اليوم الثاني. ذبحوني اسناني كمان، حاطين لي 11 نرجع اسنان. غادي نمشي نحيدهم نخلي اسناني عوجين ماشي مشكل. يا ربي يعتبوني. انا من 2009 كنت ركبت هذا الباك في سوريا، ركبته وحملت في السوار ومشيت حيدته. ودابا انا ركبته وتيضرني بزاف الفوق، ما تيضرنيش، بس هذا اللي ركبوا لي لتحت. هذا اليوم الثاني ليا في المشفى. انا كنت نعست اسبوع طلعت، ودابا ورجعوني البارح واليوم، يعني هذا اليوم الثاني انا في المشفى. ان شاء الله يا رب نطلع بخير وسلام. انا رجعت للمستشفى كمان. خرجت يوم السبت ورجعت نهار البارح. كان عندي كنترول مع الدكتورة ديالي، من رحت عندها قالت لي انت تخرجتي من المشفى. قلت لها راه خرجوني. طلعت انا اللي بدي اطلع، مو هن اللي بدنا نطلع. اني انا ظليت انوقف وقلت بدي اطلع قاموا طلعوني. البارح رجعوني على المشفى ليكي على الغدا. هذا هاي الصوبة ديال الخضرة وتفاحة، وما عرفتش هذا خبز، بس انا مش قادرة اكل شي اصلا. لحالي بالغرفة، رجعوني على نفس الغرفة اللي كنت فيها ذاك اليوم. جالس هذا ولفوني بدي يسكنوني عندنا. يلا ان شاء الله خير. من المشفى طلعت، من المشفى جيت درت رفيسة.
أنا في الجوع محمد بالقلصان. رح تبعتي. شو اللي بدي ابعته؟ والله طلعت فورا من المشفى على الأكل، على الرفيسة يا رفيسة، دخيلك ما قلتوني بالجوع.